السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فكرة ومعلومة. النهاردة هنتكلم عن سر جديد من أسرار الحضارة المصرية القديمة، وهو المسلة أو شكل المسلة أو المسلات اللي هي كانت بتتواجد داخل المعابد وأمام صروح أو واجهات المباني المصرية القديمة. المسلات دي كانت عبارة زي ما احنا عارفين الشكل بتاعها يعلوها شكل مدبب وهرمي، وكانت عبارة عن كتلة واحدة من حجر الجرانيت. القاعدة بتاعتها كبيرة ويعني بتضيق كلما اتجهنا الأعلى، نفس فكرة الهرم. هنتكلم المسلة دي ليه، هل المسلة دي استخدمت في الإنارة في مصر القديمة، وهم كانوا بينوروها ازاي، والكيفية بتاعتها كانت بتبقى ازاي، والتأسيس بتاع المسلة وازاي قطعوها من كتلة واحدة بتزن مئات آلاف الأطنان من حجر جرانيت الصلب، وعملية النقل من أسوان لكل أنحاء مصر. كل ده هنشوفه في الفيديو بتاعنا النهاردة. يلا بينا، يلا بينا. أول ما يتبادر لذهننا هو المكان اللي كان بيتاخد منه حجر الجرانيت، وده كان المحجر الرئيسي في مصر القديمة، وده المكان اللي هو موجود في أسوان جنوب مصر، واللي احنا بنعرفه باسم المسلة الناقصة. ولحسن الحظ ان هناك في مسلة ناقصة من عهد الملكة حتشبسوت، ورجح انها الملكة حتشبسوت، والمسلة دي لم تكتمل لانه بعد يعني قضاء وقت كبير في العمل والنحت وجدوا شرخ اللي احنا شايفينه قدامنا في المسلة، واللي كان معاه استحالة نقلها من مكانها اللي هي موجودة فيه للمكان اللي هتنصب فيه داخل المعابد في الأقصر أو في أي جزء من أجزاء مصر، لأنه بمجرد رفع المسلة أو تحريكها ستتهشم تماما نتيجة لوجود الشرخ اللي احنا شايفينه. طيب، السؤال الأهم، هما ازاي كانوا بينحتوا المسلة دي؟ هما ازاي كانوا بيقطعوها؟ طبعا احنا عارفين ان هما كانوا بيستخدموا الأدوات المصنوعة من النحاس والبرونز في عملية النحت، وده اللي احنا عارفينه، ولكن طبقا لمقياس مورس للصلابة إن حجر الجرانيت أصلب من النحاس والبرونز، واللي استحالة معاه إن هو يعني عملية القطع والتنعيم والصقل اللي احنا بنشوفها في المسلة من جوانبها ومن الجزء السفلي. لذلك في نظرية بتقول إن هما كانوا بيعملوا خوازيق أو فتحات في حجر الجرانيت ويدخلوا فيها الخوازيق الخشبية ويقوموا بالطرق عليها من أسفل، يؤدي إلى حدوث صدع أو كسر. طب أوكي، لو احنا وافقنا على كده فده ممكن بالنسبة لعملية القطع. طب عملية التنعيم أو عملية فصل الجزء السفلي ما زال غامض إلى وقتنا الحالي، لأني محتاجين لمنشار من الحديد، واحنا عارفين إن الحديد ما كانش موجود في الوقت ده، ويكون به اللي هو معدن الماس، لأنه هو الأصلب من الجرانيت، يستخدم في قطع الجرانيت. وجد بالقرب من المسألة الناقصة كتل من الحجر الجرانيت اللي هو الديورايت الأسود، اللي هو أصلب من الجرانيت، ومن الممكن أنه استخدم في عملية قطع وتنعيم وصقل حجر الجرانيت. ولازم نعرف أن حجر الجرانيت كان بيقطع من محجر أسوان، ولكن ككتلة. عملية النقش الغائر والبارز والرسومات الموجودة على المسلة كانت بتتم داخل الورش بداخل بالقرب من المعابد، لأنه لو تمت عملية النقش قبل عملية النقل كده يؤدي إلى تهشم النقوش. طيب، إيه الغرض من المسلة؟ يقال أنها كانت ترمز لإله الشمس، وكان القمة الهرمية بتاعتها بتغطى بالإلكتروم الذهب والفضة عشان تعكس أشعة الشمس إنه هو عرش الإله را، أو كانت بتصنع ليخلد عليها اسم الملك وانتصاراته. بس للأسف في بعض المسلات غير مكتملة ما عليهاش نقوش، زي المسلة اللي في الفاتيكان هي خالية من النقوش، إذا لم تصنع لكي تخلد عليها ذكرى أو أسماء الملوك. وبعض المسلات كان بيتكتب عليها اسم ملك واسم أكثر من ملك، يعني كان بيعاد استخدامها. إذا الغرض الأساسي من المسلة لم يكن لتسجيل الانتصارات أو المجد الشخصي، أو لم تكن تستخدم ك يعني عرش لرع. ومن الممكن ويطلق عليها كلمة مسلة، واللي هي بتشبه شكل المسلة أو المخيط اللي كان بيستخدم في مصر، ويطلق عليها في أوروبا نيدل بمعنى إبرة،
طبقا للأسطورة أن البشر والآلهة كانوا يعيشون في السماء سويا، وفي أحد الأيام أكل البشر أكل الآلهة فأصبحوا خالدين، فأصبح الآلهة غاضبون عليهم وأرسلوهم إلى الأرض، فقاموا بعمل المسلات الضخمة التي إذا نسبت الإله كأنها إبرة لإعادة حياكة، أو إن هو يخيط الأرض السماء والأرض عشان يصبحوا جزء تاني مرة تانية. طيب، الغرض من المسلة، وليه المسلة صنعت من كتلة واحدة من حجر الجرانيت؟ المسلة هي عبارة عن جرانيت، والجرانيت يتكون من 60% كوارتز و40% جرانيت، ذرات جرانيت. وطبقا للعلم أو ما اكتشف حديثا إن الكوارتز بيستخدم في الإضاءة، نتيجة الضغط تولد موجات كهربائية تقوم بالإضاءة. فمن الممكن أن المسلة صنعت من كتلة واحدة من حجر الجرانيت لكي يؤدي الضغط عليها ككتلة واحدة زي شاشة التلفزيون كده إلى توليد طاقة كهربائية، وكانت تضيء العاصمة ليلا. والنص ده وجدناه مكتوب على قمة مسلة للملك تحتمس الثالث، ملك يعني إنها غطيتوها بالذهب، اللي هو الإلكتروم، اللي هو 80% 60% ذهب، أو 80% ذهب و60% فضة، لكي تضيء واسط ده اسم الأقصر القديمة، وتضيء ليلا، لأن في النهار مش محتاج إن احنا يعني في ضوء الشمس. فمن الممكن أنه نظرية توليد الكهرباء من خلال الضغط على ذرات الكوارتز، مما يؤدي إلى إنارة المسلة ليلا، وفي نفس الوقت يستخدم الإلكتروم لانعكاس هذا الضوء. فكانت عبارة عن مصابيح أو أعمدة منيرة لإضاءة العاصمة. ومن الممكن إن هو ده يكون هو ده السبب الأساسي، زي ما احنا اتكلمنا قبل كده أو حديثا في نظرية بتفترض ان الشكل الهرمي او الهرم كان عبارة عن مولد للطاقة، او عبارة عن اللي احنا بنقول عليه ماشين ستون، اللي هو كان مصنع للطاقة التي كانت تضيء العالم او كانت تضيء مصر ليلا، واستخدمت فيما بعد عندما فقدت وظيفتها كمصنع او مولد للطاقة او مولد للإضاءة في مصر القديمة. استخدمت كمقابر للفراعنة اللي هم تلوا هذه الفترة، لأن الإعجاز العلمي الموجود في الشكل الهرمي سواء في الأهرامات أو في المسلات يعني حاجة لا تصدق. ثانيا، المسلات مفيش عملية تأسيس لها في الأرض أو حفر، لا، المسلات كانت بتعتمد على نظرية الوقوف الحر. زي ما احنا عارفين القاعدة بتاعتها كانت كبيرة أو عريضة، ثم تضيق كلما اتجهنا لأعلى، وتنتهي بشكل مدبب كان يغطى بالذهب، فكان مركز الثقل بتاعها بيكون في الأسفل. ونظرية الوقوف الحر دي بتعتمد على تساوي الأبعاد والأضلاع، تساوي الأبعاد والأضلاع والاستقامة بتاعت المسلة، اللي خلتها فضلت كل الوقت ده في مكانها برغم حدوث الزلازل، برغم حدوث صراعات وتغير وحدوث العديد من الهزات الأرضية، ولكن معظم المسلات فضلت في مكانها زي ما هو موجود في معبد الأقصر ومعبد الكرنك في مصر. وفي كل أنحاء العالم المسلات موجودة وتغزو كل أنحاء العالم زي ما حضراتكم شايفين. إذن من الواضح أن المسلة استخدمت لغرض مختلف تماما، وهو غرض الإضاءة ليلا في مصر. يا رب تكونوا استفدتوا معنا ونكون طرحنا الفكرة دي بنحاول فيها نجد حلول أو تفسير للمسلات. شكرا ليكم، وريت ما تنسوش تدعمونا باللايكات والاشتراكات بتاعتكم في قناتنا عشان تساعدونا نقدم لكم كل ما هو جديد عن الحضارة المصرية القديمة. شكرا.